السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي على قناة FUT بالعربي. اليوم لكم موعد جديد مع آخر أخبار الفيفا 18. فنبدأ بالخبر الأول المتعلق بترقب كارت جديد للاعب الهولندي فان ديسك المنتقل أخيرا إلى فريق ليفربول الإنجليزي، حيث من المنتظر أن يكون الطلب كثيف على هذه البطاقة، وأن ثمنها سيكون أظن في بداية جد مرتفع لقوة هذا اللاعب البدنية في الدفاع. فهي صفقة جديدة لفريق ليفربول، وستكون صفقة للتجار أيضا على مستوى فيفا 18. خبر آخر يخص تسريبات بالنسبة لتشكيلة السنة، تقول على أن عملية اختيار لاعبي هذه السنة ستكون مرتكزة أساسا على التصويت وليس فقط على اختيار أحادي من الفيفا 18 أو شركة EA سبور. هذا ما تم تسريبه. ما حدث أخيرا في هذا الأسبوع أيضا هو تفعيل قدرات بطاقة سكريم تيم. هذا الأسبوع ما جعل ممتلكي هذه البطاقات من الاستفادة منها في المشاركة في الفوت شامبيون، ما يمكن أن يعطيهم ادفانتج في المقابلات. وفيما يخص تشكيلة الأسبوع لهذا السنة لهذا الأسبوع، شهدت حضور اللاعب المصري فتحي بعد إحراز أول هاتريك في الدوري السعودي. مبروك للاعب العربي والمصري. كما تميزت تشكيلة هذا الأسبوع بحضور كارت جديد لديبالا بعد قيادة اليوفي للفوز في مباراته الأخيرة. كما أن اللاعب لينغارد الذي يعيش أزهى أيامه حصل على كارت في تشكيلة هذا الأسبوع، ولاعب مانشستر يونايتد. وأيضا إضافة إلى الحارس إدرسون الذي أنهى مشكلة حراسة المرمى بالنسبة لبيب غوارديولا. هناك أنباء أيضا عن انتقال كوتينيو، هناك من يقول أن اللاعب انتقل، ولكن ليست هناك أي شيء مضمون لحد الساعة. فإذا كان هناك انتقال للاعب كوتينيو فسيساهم في تقوية ما لديه فريق دوري إسباني على الفيفا التيميت تيم، لكن يجب أن يكون من المليونيرات في اللعبة ليتحصل على كارت كوتينيو. كانت هذه أبرز الأخبار هذا الأسبوع. لا تنسوا الاشتراك في القناة والسبسكرايب على الصفحة الرسمية لتصلكم جميع المستجدات، وإلى اللقاء إلى أسبوع مقبل إن شاء الله.